خليني احكي لكم موقف بيحصل كل يوم تقريبا في العياده. بتيجي ومعاها طفلها اللي عنده سنتين مثلا، وتقول له يا دكتور هو صغير، اصل وزنه قليل مش بياكل كفايه. ابص على الطفل الاقيه كويس وشاطر ونشيط وبيلعب وعينيه بتلمع. ابص على منحنى النمو بتاعه الاقي الولد ماشي على نفس الخط من وقت الولاده. اقول لها لا اطمني يا ست الكل، الولد تمام. تقول لي بس يا دكتور ابن جارتي في نفس سنه بس هو اكبر منه بكتير. هنا بقى المشكله الحقيقيه. مشكله الام دي مش في طفلها ولكن في المقياس اللي هي بتقيس بيه. انا دكتور يوسف استشاري طب الاطفال، والنهارده ان شاء الله جاي لكم في الحلقه دي علشان اخليكم تغيروا الطريقه اللي بتفكروا بيها في نمو طفلكم للابد. مبدئيا ايه هي منحنيات النمو اصلا؟ منحنيات النمو دي اللي هي الجروث تشارتس دي عباره عن شيت زي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، صممناه نتيجه قياس الاف الاطفال الاصحاء في اعمار مختلفه على مدى سنين طويله وفي دول مختلفه. الهدف من الموضوع ده كان اننا نجاوب على سؤال واحد بس، ايه هو الطبيعي؟ فخليني اوريكم الشيت اللي احنا بنستخدمه فعلا في العياده. زي ما انتم شايفين في منه احمر للبنات وازرق للاولاد، وده بعد ما بناخد مقاييس الطفل بنرسم النقطه بتاعه المقياس دي على الشيت وبنشوف هي فين بالنسبه للخطوط دي. يعني مثلا لو طفلك على ال 50th سنتايل في الوزن اللي هو الخط اللي في النص بالظبط، الخط رقم 50، ده معناه ان احنا لو جبنا 100 ولد بنفس الجنس كلهم مولودين في نفس يوم ميلاد ابنك وحطيناهم بالترتيب حسب الوزن في طابور يبدا من رقم 1 اللي هو صاحب اخف وزن لحد رقم 100 وهو صاحب اتقل وزن، ابنك هيبقى رقم 50. يعني في 50 طفل تقريبا في سنه اتقل منه و50 اخف منه، هو في النص بالظبط. طب يا دكتور يعني لازم ابني كل مره احط المقاييس بتاعته على التشارت دي يبقى في النص؟ لا طبعا. يعني لو ابني مثلا على الناينث سنتايل اللي هو الخط التاسع، يعني ترتيبه رقم 9 في الطابور اللي قلنا عليه ده، هل ده معناه انه صغير او مريض؟ لا طبعا. القاعده الذهبيه هي مش فين طفلك على المنحنى، القاعدة الأهم هي هل ابنك بيتبع نفس المنحنى مع الوقت ولا لا؟ طب ايه اللي بنقيسه وبنقيسه ليه؟ أولا الوزن ده بيعكس التغذية على المدى القصير. يعني لو ابنك مثلا لا قدر الله تعب أسبوعين ممكن وزنه يقف، وده طبيعي جدا مع الموضوع ده، المهم انه بيعوض الوزن ده بعد كده. ثانيا الطول، والطول بقى بيعكس النمو على المدى البعيد مش زي المدى القصير زي الوزن، وفي الأطفال ده مقياس أهم من الوزن لأن تأخر الطول ممكن يكون علامة على مشكلة تغذية مزمنة أو مشكلة هرمونية. ثالثا محيط الرأس، وده بيعكس نمو المخ بالذات في السنين الأولى من عمر الطفل. محيط الرأس ده بنقيسه في كل زيارة في السنتين الأولانيين من عمر الطفل. رابعا البي ام اي او كتلة الجسم اللي هو العلاقة بين الطول والوزن، وده بنبدأ نحسبه من سن سنة ونص. لكن مهم نعرف ان على عكس الكبار البي ام اي عند الاطفال بيتحسب بالنسبة للسن والجنس مش رقم ثابت بس كده زي الكبار. طب يا دكتور انا كده فهمت ايه منحنيات النمو وازاي بتتحسب، امتى بقى فعلا اقلق؟ العلامة الأولى ودي مهمة جدا جدا وهي قطع المنحنى. يعني إيه؟ يعني بنتك كانت على خط ال 75 وبعدين بقت على خط ال 25 في خلال 6 شهور، لا ده محتاج تقييم. يعني حتى لو كانت على الخط التاسع مثلا من الأول ومكملة زي ما هي، ده تمام مش مشكلة طالما ثابتة على نفس الخط. الحركة بين الخطوط بالذات لتحت هي دي المشكلة مش الرقم نفسه. علامة تانية وهي وقوف الوزن أو الطول تماما لشهور، ده ممكن يكون فشل في النمو اللي هو بنسميه failure to thrive. ده محتاج تقييم شامل، تاريخ مرضي وتغذية وفي الأغلب مجموعة من التحاليل الطبية علشان نعرف السبب. العلامة الثالثة وهي الطول اللي تحت السكند بيرسنتايل اللي هو تحت الخط الثاني، ده يستدعي فحوصات معملية برضو لأن هي التحاليل دي هتتضمن هنا بقى تحاليل تقييم تغذية والكلام ده كله وتحاليل هرمونات كمان عشان نتأكد ان مفيش مشكلة في الموضوع ده. علامة رابعة مهمة وهي ان لو في حاجة من المقاييس دول مش ماشية مع الباقيين. يعني هقول لك على مثالين شهيرين جدا بشوفهم في العيادة باستمرار. المثال الأول وهو ان الوزن والطول مش متناسبين. يعني طفل طوله على ال 75 الخط ال 75 يعني طويل نسبيا، بس وزنه على الخط التاسع
خفيف جدا بالنسبه لطوله. ولو شفت النقطتين دول على الشارت بتاعتنا على الشيت هيبان على طول ان في حاجه مش ماشيه صح. ده ممكن يكون علامه مبكره على ان الطفل مثلا مش بيمتص غذائه بشكل مظبوط. ممكن يكون حساسيه جلوتين اللي هو السيلياك ديزيز او حساسيه القمح، او حساسيه لبن، او مشكله في الامتصاص في الامعاء. اسباب كتيره لازم نعرفها. الطول ماشي، لان الطول بياخد وقت اطول عشان يتاثر، انما الوزن بيبان عليه التاثير بسرعه، وده اللي بيخلينا نلاقي المشكله دي بدري ونعالجها بدري. مثال تاني مثلا وهو محيط الراس يكون اصغر من الوزن والطول. يعني مثلا طفل وزنه وطوله ماشيين على الخط ال50، جميل قوي قوي تمام، بس محيط راسه على الخط الثالث، يعني راسه صغير بشكل واضح مقارنة بجسمه. ده مثلا بنسميه مايكروكيفالي. ده بيقول لنا ان نمو المخ ممكن يكون اتأثر. لو الراس بتاعت الطفل مولودة صغيرة ومن الاول ومكملة زي ما هي، ده ممكن يكون حاجة وراثية، او ممكن تكون حاجة حصلت جوه الرحم. لو الراس كان طبيعي وبعدين ابتدى يبطأ او الارقام بتاعته على الشارت ابتدت تنزل، لا ده حاجه تقلق، محتاجه تقييم عاجل. علشان كده زي ما قلنا بنقيس محيط الراس ده في كل زياره في اول سنتين، مش علشان هو روتين، لكنه بيحكي لنا حاجه مهمه عن نمو المخ بتاع الطفل. الفكره يا جماعه ان المقاييس دي احنا مش بنشوفها كل واحده لوحدها، احنا بنشوفها مع بعض، لان لما بيبقى في خلل في التوازن اللي بينهم ده بيبقى اهم من اي رقم لوحده. طب يا دكتور ايه دور الجينات في الموضوع ده؟ يعني هل ده بيأثر على نمو طفلي؟ هنا في سؤال بسيط بسأله دايما للأهل لما يبقوا قلقانين، بس أنا شايف الطفل كويس، انتوا شايفين نفسكم طوال ولا قصيرين؟ وباخد مقاساتهم، لأن الميد بارنتال هايت اللي هو متوسط طول الأب والأم بيحسب لنا الطول المتوقع للطفل لما يكبر إن شاء الله. يعني مثلا لو الولد باخد طول الأب، نزود عليه طول الام ونزود عليهم 13 سم ونقسم على 2، فده يبقى الطول المتوقع للولد لما يكبر. للبنت برضو بناخد طول الاب نجمع عليه طول الام، وهنا بقى نطرح منهم 13 سم ونقسم على 2. ده بيساعدنا نفرق بين طفل طوله قليل بس طبيعي بالنسبه لاسرته، وبين طفل تاني عنده تاخر حقيقي. في النهايه يا جماعه سؤالك الصح ما يبقاش هو ابني اكبر ولا اصغر من ابن اختي ولا ابن جارتي، هو سؤالك الصح هل ابني بيتابع نفس منحنى نموه الخاص بيه وماشي معاه ولا لا؟ شيلوا كتاب التطعيمات وكارت النمو بتاع طفلكم وخلوه معاكم من دلوقتي ورايح، وتابعوا اولادكم وشوفوا هل هم ماشيين على نفس الخط ولا لا. ولو عندكم سؤال عن رقم شايفينه ومش فاهمينه اكتبوا لي في الكومنتات وانا ان شاء الله هشرحه لكم. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز، اشوفكم ان شاء الله في الحلقه اللي جايه.